الفيديو التحليلي. شكرا لك زميلي عيسى، يقف بجانبي سريعا الكابتن او الاستاذ عدنان المعيبد، عضو مجلس اداره وامين الصندوق. وبدر، خلينا نبعد عن الجانب الفني. في امور كثيره صراحه ودي اناقشها معك او اتحدث معك فيها. كثير من او في الايام الماضيه دار حديث حول اللاعب الكوري المحترف الكوري لي، انه ذهابه او بقائه. ما الذي تم حتى الان؟ هل سيبقى؟ هل سيذهب؟ لا طبعا هو غادر لغير رجعه طبعا، خلاص يعني تم يعني طي هذه الصفحه، انتهى الموضوع خلاص. هو غادر لبلده والغي عقده وعملت مخالصه ماليه مع اللاعب. احنا طبعا في طور البحث عن اللاعب اسيوي، لعل ان شاء الله خلال يومين ان شاء الله يعني يكون في لاعب اسيوي اخر ان شاء الله في نفس المركز، او على الاقل يعني في مركز مشابه. سمعنا انه بصراحه انه الكابتن برانكو حابب انه يركز على منطقه الدفاع. نعم. في احتياج لاعب. نعم اكيد طبعا، هي خيال المدرب، وهو ما يحتاج، وهو من يتخذ القرار. ونحن كاداره طبعا راح نجلب ان شاء الله اللاعب اللي يعني يحقق طبعا للفريق التوازن، ويحقق طبعا لهذا المدرب ما اراد. خلينا ننتقل برضو الى محور اخر برضو، فيه اللاعب فايز السبيعي، في عبد المطلب الطريدي، في سلمان الحريري. ممكن الموضوع اشبه حديثه، ولكن تصريحك لبرنامج الملعب قبل فتره انه سيكون هناك ان شاء الله، او تم اتفاق مع بعض اللاعبين او حول اتفاقيه حول العقود المقدمه لهم. هل فعلا تم ذلك حتى الان، خاصه لم يبقى الايام على فتره انتقالات شتويه؟ شوف يعني قدمنا عروض للاعبين واللاعبين طبعا لهم طلبات، وهذا حق من حقوقهم. تقريبا بالنسبه للموضوع طالب طريدي اتصور انه يعني اتفقنا معه على المبلغ الاجمالي، ولكن يعني فيه تفاصيل توزيع المبلغ اعتقد هو ما اخر التوقيع والتجديد. ولكن ان شاء الله احنا نتغلب على هذه الاشكاليه خلال اليومين الجايين ان شاء الله، بدايه الاسبوع باذن الله. بالنسبه للفايز اتصور يعني قربنا ان شاء الله يعني بنسبه 90%، واعتقد ان الموضوع حينتهي ان شاء الله خلال الاسبوع القادم باذن الله تعالى. يعني اللاعبين كلهم يعني تواقين طبعا الاستمرار معنا، واحنا طبعا متمسكين طبعا باستمرارهم مع الفريق. لا نريد للفريق يعني يحدث فيه هزه، يجب استمرارهم من خلال الموسم القادم ان شاء الله، الموسم التي تليها. بالنسبه لسلمان قدم له اكثر من عرض، واعتقد العرض الاخير قدم له قبل اسبوع، وهو في يعني يدرس الان العرض مع وكيل اعماله، ونتمنى ان شاء الله ان يصل طبعا الى قراره خلال الاسبوع القادم باذن الله. كم تعطي ابو بدر بصراحه بالمئه بقاء طريدي وفايز وسلمان بصراحه حتى الان خلال اجتماعكم مع وكلاء اعمالهم او حتى مع اللاعبين؟ انا اقول لك اعطيك 100% ان شاء الله. ان شاء الله انهم باقيين باذن الله تعالى. نقول للجماهير الاتفاقيه انهم باقيين في الاتفاق باذن الله باقيين معنا ان شاء الله. طيب خلينا ننتقل برضه للفريق الاتحاد. هناك مطالبات ماليه بالنسبه للاعب راشد الرهيب مبالغ لم تحصل حتى الان بالنسبه للفريق الاتحادي. كان هناك قرار من هيئه دوري المحترفين بانه سمح لانتقالات اللاعبين، تسجيل اللاعبين. هل سبب لكم ضائقه بالنسبه لهذا القرار؟ لا طبعا بالنسبه للقرار احنا استفسرنا من اللجنه، وطبعا بالنسبه للقرار يتحدث فقط عن مسيرات الرواتب. طبعا كل الانديه يعني اتصور انها تعاني من هذه الاشكاليه، الا ما ندر يعني تاخير طبعا صرف مستحقات الانديه. اعتقد يعيق يعني للادارات الانديه عن توفي لعيبتها من ناحيه الرواتب. يعني هذه الجزئيه فقط. اما مستحقات الانديه تجاه الانديه اعتقد انه لا زالت عائق امام اي نادي عليه مستحقات انه يستطيع ان يسجل اي لاعبين خلال فتره التسجيل الشتويه. يعني كانت مجرد بس رواتب؟ مجرد رواتب. انا ارجع طبعا لبدايه سؤالك، تكلمت عن نادي الاتحاد. اعتقد انه يعني في اتفاقيه بيننا وبين اخواننا في نادي الاتحاد كانت تنص على انه المبلغ المتبقي هو 6 مليون من صفقه انتقال راشد الرهيب. هذا المبلغ مجزء على 3 دفعات. دفعه كان يفترض انه كانت تدفع في طبعا قيمتها 2 ريال، كان يفترض تدفع في 10 نوفمبر، ودفعه خلال شهر بدايه فبراير ان شاء الله، ودفعه مؤجله الى شهر 5 قيمتها 2 مليون. الان في دفعتين طبعا متاخره، ويعني احنا نعي طبعا اكيد يعني اهميه طبعا وجود هذا المبلغ في خزينه النادي. احنا ملتزمين يعني امام الجهاز الفني وامام لاعبين الاجانب، امام لاعبتنا السعوديين، وهو الاهم بمبالغ ومستحقات ومجدوله. نامل ان شاء الله انه ال4 مليون يعني تدخل خزينتنا خلال الايام القادمه باذن الله. شكرا تواجدك بدر. الله يعطيك العافيه. شكرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا الاستاذ عدنان معيبد، عضو مجلس الاداره وامين الصندوق. وانتقل سريعا لزميلي بدر.